بسم الله الرحمن الرحيم. فنقول: ورود الاستواء على العرش في الكتاب على الأسلوب الذي ذكرناه. بله. خاطنا استواء سر عرش القرآن دا وروان أسلوبك بذكر كر يدل على أمور مهبة. نوري بله. إيه هالأسلوبون بقول بشتي تبني ديسا بشتي خلقها خلقاتنا يك بشتي رفعها وش معنى خلقها بله. بشتي مثلا بحصة تدبير مدبيري هي يدبير في يدسان كتشي أولانيتك الأول أن ورود الاستواء على العرش بعد الثبات في 6 سوالف تجد شش حبضة بشي سمية بله. يكيد أنا بشي سمية يدل على أن الاستواء على العرش ليس من صفات الله تعالى الذاتية القديمة القائمة بذات تعالى أفضلتك قدامك استواء السر عرشي نفس صفات خداء ذاتية قديمة قائمة بذات خداء نجوانه بله. شو دلتك بل من صفاته الحادثة التي يوصف بها بل صفات حادث فقط بخالق نوري إيه وصفك بدون أن تقوم بذات تعالى أما لا قام بذاته به بله. مثل صفات الفعل وكصفات مثل خالق محيي مميت رازق هيك تشارج سمواري دلتك وذلك جواد بشيء فهمت كيف؟ بله. خصوصا شواري دلتك لأن ثم حرف عطف في الترتيب مع التراخي ثم حرف عطف هم جبوا ترتيب تراخيه بله. أي يفيد حدوث المعطوف به في زمن متراخ عن حدوث المعطوف عليه يعني فايدة حادث بونا معطوف بي ابتداء فكرة بي لزمانك يكون بيشتي معطوف عليه بله. وقت بو حادث إذا بكنا صفة قديمة بله. نوري وبهذا يستحيل أن يكون الاستواء من المعطوف بالسمة في هذه الآيات من صفات الله الذاتية القديمة القائمة بذات تعالى نوري وقت في القرآن في معناه السمة ورب العالمين يشتهب وري استعمال كي خيك آياتك خارج demek محالة واستواء معطوفة بسمة فان آيات هذا صفات خداي ذاتية قائمة بذات خدا من محال بله. نوري بله. نه صفات ذاتية وقت نبو صفات ذاتي ذات يعني صفات حادث يعني وقع فعلي بله. نوري يعني وجناي بوتن خداي تعالى متصل في صفاتها يا صفات خداي الثاني إدوى أن عطفه على خلق السماوات والأرض مثلا عطف صار خلق أسمان وأرض كده يعني شو فانا بتريد بيجن وقضاء تعالى مستوي ديوانات بصفات القضايا بله. يعني صفاتك وقع صفاتك ذاتي أو تكن تيجي أفانا تتفي من صفاتك ذاتي إذ أن عطفه على خلق السماوات والأرض عطف بالسماء لسر خلق يعني استوائي لسر خلق أسمان وأرضي نوري لا سيما بسماء الدالة على التراخي ودراسة التراخي يدل على أن الاستواء ليس من المتشابه من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله يكون معناه متكسنا خيني خدا شي سماوات وأرض بلينا بيعطى سروانه بله. ويدل على أنه معلوم المعنى لأن كيف معنى معلوم إلا لما كان الذي عطي بثم على خلق السماوات والأرض معنى فكان معناه إنه معلوم هنا شو عطى بس خلق أسمان وأرض معنى جر تنبه مفهوم بله. وذلك أفشبوتشي أن من شأن المتشابه أن يكون مستقلا بنفسه مشابه سريع نوري بله. وأما ما هو معطوف على ما هو معلوم المعنى شيء عطى شيء معنى معلوم لا سيما بثمه وذلك بسمه فمن شأن أن يكون معلوم المعنى يعني حقيقي معلوم المعنى حتى يكون لعطف فائدة حتى يحط فائدة هذا بله. ولتراخي عنه معنى مفهوم مع جبو تراخي رجي معناه كي مفهوم هذا هذا الشيء من هذا أنا بس حتى هذا خمسة خبرة خانيته الثالث إيسيا أن ورود الاستواء على العرش في سورة الأعراف بله. بس استواء صار على سورة الأعراف طو سورة يونس وسورة الرعد بعد خلق السماوات والأرض بشيء مرهقية أو بعد رفع السماوات بغير عمد ترونها معطوفا بثم يجي مثلا طه هذا وين هذا بشيء رفعيه بله. نوري سورة يونس سورة الرعد بعد خلق السماوات والأرض أو بعد رفع السماوات بغير عمد ترونها رفع بثم ووليه فيما فيها بما يدل على تدبيره تعالى للعالم وهم إيجاد دوي هاتية نوري بله. دو سما هاتية دوان سوريات الشيء ذات تدبير خداش عالم رات كده إما بلغة يدبروا أو بتعبير آخر تعبيرك أما ذات تدبيرك فهمت كيف؟ بله. الورود يدل على أن المراد بالاستواء على العرش نفاذ قدرته على الدلالة كده مراد باستواء على العرش uygulama kudreti Huda'ya. Gerçekleştirme بله. وجريان مشيئته في العالم يعني شيء مخاطب العالم إذا شيء به بعد خلق السماوات والأرض بمعنى أنه إنما ظهر تصرفه في العالم والتدبير له
يعني بمعنى يعني أنجا ظاهر بيا تصرفه عالمي ده وتدبيره يجي عالمي بعد خلق السماوات والأرض. يعني بتاع أرض وأسمانه خلقات يجي عالمي إدارة كده. بله. وما قبل خلقها بري خلق أسمان وأرضي، وما قبل خلقهما ترى فقد كان قادرا على خلقهما وتكوينهما نوري. جاء بري خلق أرض وأسمانا وتهب سر خلق أرض وأسمانا وتكوينها، بله. ولم يكن مكونا ولا موجدا لها. أما هيك شيء نكره بعيانها بالفعل العين بالفعل شيء نكره، بله. ولم تصرف بالفعل تصرف دون نكر نكر، وأما بشيء شيء جاء بالفعل دون تصرف. بله. فقوله تعالى في سورة يونس مثلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ربي أو خدايق وأصمنا عليه خلقاته في 6 أيام شش هذا بله. ثم استوى على العرش بشا تدبير عرش ديتيه ها بشا بري خداي عرش يعني يدبر الأمر أمر تدبير أمراتك ما من شيء إلا من بعد إذنه كذلك شفاعتك أنجح بشي إذن قضاء ذلكم الله ربكم ربي وأذى فاعبدوا عبادته ربكم أفلا تذكرون ماون إبرتي ناصين بله. تتذكرون بله. تتعظون يعني. قد جرى في قوله تعالى يدبر الأمر قوتية مجد التفسير لقولي ثم استوى على العرش سانك مثلا استواء عرش الشيء سانك تفسيره يعني يدبر الأمر بله. تدبير بيد. بله. ويمكن أن يجرى نظير هذا في غيرها من الآيات المذكورة. ممكن أن يكون بإجراء كلمة بنزل فيها تخيل فيها آية إذنه. فإذا فسرنا قوله تعالى استوى على العرش بنفاذ قدرته أمين قدرته يعتق gerçekleşmiş ve teci ve cerani meşiyetihi yani تشتري تقاضى أو إجراء بن في مخلوقاته ده صح أن يقال إنه تعالى إنما استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض وهي صحيحة ومن قضايا تعالى استواء كسر العرش يقول في خلق أسمان وأرضي بمعنى أنه إنما ظهر التصرف في مخلوقاته وتدبير لها بعد خلق السماوات والأرض ذي معنى بله. يعني أنجا ظاهر بتصرفات خداد مخلوقاته بدا وتدبير ويج مخلوقاته برا في خلق أسمان وأرضي في خلق أسمان وأرض يعني تصرفات وي ظاهر بونه تدبير وي ظاهر بونه والله تعالى على مفهوم. بله. وقد نقل الرازي في تفسيره لآية الأعراف نقل الرازي تفسير أخذ آية الأعراف عن القفال الشاشي قفالي شاشي على تشنين وانا نقل كذا قريبا مما قررناه ونسيت شوف مقول تمام. وقد نقلنا مجمل رأيه في مسألة أنا في ذات الماء بذات أواوي برشاوي المسألة ده مع تمين ذكر كبالي ما ذكر بله. مفهوم. بله. تقسيم الأمور الواردة نسبته إلى الله تعالى إلى 4 أقسام بيان حكم كل قسم منها خلاص نفر طيب. الحمد لله ساكنين. بله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قيدي